نحن عبارة عن مجموعة من الشباب قمنا بحملة أسميناها بكرة أحلى، وهي عبارة عن حملة نظافة لتنظيف قريتنا بعد أن تراكمت فيها الأوساخ بفعل الإهمال نتيجة الظروف الراهنة التي تمر بها بلادنا. ليس هؤلاء الشباب بعمال عاديين، وليس اليوم بيوم عمل عادي، فكل واحد من هؤلاء الشباب له عمله الخاص أو دراسته الخاصة، وله تفكيره واتجاهه، لكنهم جميعا يحلمون الحلم ذاته، وهو غد أفضل لبلدهم سوريا. وقد تطوعوا لتنظيف قريتهم بعد أن تراكمت فيها الأوساخ بفعل الظروف التي تمر بها البلاد. بكرة أحلى هو الاسم الذي أطلقه هؤلاء الشباب ليكون عنوانا لحملتهم، وهو اسم يختزل طموحات الشعب السوري بالأمان والاستقرار والحرية، كما يأمل القائمون على هذه الحملة بأن يقدموا نموذجا حضاريا يعكس طبيعة الشعب السوري. سوريا بكرة أحلى. هذه الحملة التطوعية هي الأولى التي يقوم بها هؤلاء الشباب، لكنها لن تكون الأخيرة، فهي بداية لأعمال تطوعية أخرى أكثر تأثيرا وفائدة. نحن مو بس بشباب الأسد وبلدية الأسد بنقوم بعملية تنظيف وترتيب للقرية، بس بهمة شبابنا هودي إن شاء الله بدنا ننظف الشوارع ونرتب الأمور ونقوم على الخدمات كاملة إن شاء الله. بهذا العمل التطوعي يرسم هؤلاء الشباب رسالة إلى العالم مفادها بأن السوريين هم شعب حضاري، وإن السلاح لم يكن خيارهم الأول، وإنهم لا يريدون سوى العيش في وطنهم بحرية وسلام. كان معكم محمد الساهر من ريف إدلب.